بيقول ان الازياء اتغيرت، فكان زي المصريين. لو حد فيكم شاف مسلسل النص، شفت مسلسل النص؟ شفت مسلسل النص. طيب في مشهد، المسلسل ده عجبني في حته الملابس. انا طبعا بحب التاريخ، فكل فتره ليها ملابسها. فيها مشهد لما كان احمد امين طفل وسرق النص فرنك من المعلم الكبير. فاكر المشهد ده؟ فاكر. فاكر المعلم كان لابس ايه؟ كان لابس عمه مقلوظه كبيره وشنب مبروم وعبايه وجلابيه واسعه. ده كان لبس المصريين، ده كان لبس المصريين لقرون طويله جدا او لفتره طويله جدا، لغايه ما جت ثوره 19 وما قبلها بفتره بسيطه. بدا المصريين يثوروا على الملابس بتاعتهم. حتى احنا المصريين لغايه دلوقتي يعني ايه، ما عندناش لبس تقليدي قوي، يعني غيرنا كتير. الناس اللي بتقول المصريين شعب ما بيتغيرش، المصريين اكتر شعب بيتغير في كل حاجه. فهنلاقي مثلا لبس السيد اللي هو الطربوش والجبه والقفطان والجزمه كلاسيك، حذاء كلاسيك. فده كانه ميكس ما بين لبس الافندي ولبس الشيخ الازهري. عمل ميكس ما بين الاثنين، وبعد كده بيطلع اولاده افنديه. ما بيلبسوش كده، ما بيلبسوش كده، كرافته وجاكيت وبدله بالظبط. فيعني في تطور في الطبقات ديت اللي هي بيمشوا حسب الترند. حسب الترند ومش ترند، كان هم اللي بيعملوا الترند، لان هم كانوا بيبقوا عايزين، كان في رؤيه للتغيير، تغيير المصريين لانفسهم نفسهم، وبالتالي تغيير البلد كلها. مش تقليد للتقليد. لا مش تقليد للتقليد، بدليل ان الطبقه بتاعت السيد ديت نفسها، السيد احمد عبد الجواد يعني ما كانتش بتلبس مثلا البورنيطه وكده.